أهلا بيكم في فيديو جديد من خليك في السليم. هو الفسيخ سمك متعفن فعلا. حقيقة إن الفسيخ دي جاية من التفسخ، والتفسخ هو نوع من التخمر، ودي طريقة منذ قديم الأزل بنستخدمها لحفظ الأطعمة وتسافر لمسافات بعيدة من غير ما يحصلها أي فساد. نسمع إن الفسيخ بالذات ممكن يصاب بنوع من البكتيريا خطير قد يؤدي للوفاة. بكتيريا اللي هي الكوليستريديوم بوتولينم، دي بكتيريا خطيرة جدا، بتسبب فعلا أعراض عصبية شديدة وممكن تؤدي للوفاة، ولكن هي بتصيب الفسيخ في حالة إنه حصل سوء تخزين للفسيخ. البكتيريا دي لا هوائية، فطبعا بالنسبة لطريقة حفظ الفسيخ اللي بتبقى بعيدة عن الهواء بعيدة عن الضوء بتكون وسط مناسب جدا ليها، زي ما قلنا في حالة سوء التخزين. طب ازاي بكتيريا زي دي هتنشأ في الفسيخ والفسيخ اصلا اسماك مملحة؟ ما هو الملح المفروض انه مادة حافظة. كمية الملح اللي محتاجة احطها على الفسيخ علشان امنع تماما نمو الكوليستريديا هحتاج احط كمية ملح كبيرة جدا، هتؤدي بعد وقت قصير جدا لتفتت انسجة السمك، وبالتالي محدش هيرضى ياكله. فأنا كواحد بعمل فسيخ مضطر إن أقلل كمية الملح شوية حفاظا على جودة السمكة وتماسكها. هل معنى كده إن إحنا ما ناكلش الفسيخ؟ لا طبعا إحنا ممكن ناكله، ولكن في 3 خطوات مهم إن إحنا نتبعها. الخطوة الأولى لازم نجمد الفسيخ لمدة 24 ساعة كاملة قبل ما نستهلكه، وده عشان لو في أي بكتيريا لا قدر الله نوقف نشاطها تماما. وما تقلقوش، بيبقى طعم الفسيخ جميل وتمام جدا ما بيتغيرش نهائي. أما الخطوة التانية فهي قبل ما نبدأ ناكل لازم نفصل الراس ونتخلص منها تماما، لأن لو في عدوى فالراس هي البؤرة الأساسية للعدوى دي. أما الخطوة الثالثة إن إحنا لازم بناكل مع البصل والليمون جنب الفسيخ، وحبذا لو في أي خضروات تانية نضيفها. كل الحاجات دي بتكون غنية بمضادات الأكسدة اللي بتقوي جهاز المناعة، بتحمي وبتقاوم البكتيريا بنسبة كبيرة، وكمان بتحسن من الهضم، وأهم من كل ده إنها تساعدنا نقلل شوية من كمية الفسيخ اللي إحنا هناكله.